عارف إن كوكب الأرض واقف في مكان مثالي لدرجة إن أي حركة بسيطة ممكن تبقى كارثة؟ يعني لو بعدنا عن الشمس 10% بس، يا إما هنولع من السخونة، يا إما هنموت من التلج. قريبين سِنّة الدنيا هتبقى فرن، بعيدين سِنّة الأرض كلها هتبقى تلج. بس الموضوع مش بس في مكاننا، ده كمان في حركتنا. لو الأرض لفت أسرع 10%، الرياح هتكون من 300 ل400 كيلو في الساعة، يعني إعصار دائم مش هنعرف نعيش. النهار هيبقى حر نار يوصل ل80 درجة، والليل هيبقى تلج ب-50. ومع كده كل حاجة ماشية في توازن رهيب، حرارة الشمس مضبوطة عشان الحياة تكمل، والقمر مش بس منظر جميل في السما، ده بيخلي كوكبنا ثابت وبيمنع المية تركض وتتلوث. كوكب المشتري الحارس العملاق واقف في مكان مثالي بيحمينا من النيازك والمذنبات اللي ممكن تفنينا في لحظة. لو كان أقرب 10% للشمس كان هيحمي كوكب تاني زي الزهرة، ولو أبعد 10% كان هيحمي المريخ بدلنا. هل تعتقد إن دي صدفة؟ يمكن، بس لما تبص على الترتيب ده كله لازم تسأل نفسك إحنا محظوظين قد إيه، ولازم تقول سبحان الله على خلقه. وأخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير وتابعني وانتظر مزيد، وشكرا.